النهارده بقى طالبه معايا ايه؟ كوردون بلو. بالنسبه للمكرونه اللي احنا هنعملها النهارده، فاحنا هنعملها بطريقه ناديه السيد. احلى حاجه في الاكله دي بقى ايه هي؟ هقول لك دلوقتي. انك بمنتهى البساطه الله. وانا ما اعرفش ليه الناس اول ما بتسمع سيره الكوردون بلو بتخاف، بتحس ان العمليه صعبه جدا. كل المساله انك وانت بتشتري قطع البانيه، وانا عارف ان البانيه والفرخه نفسها بقت صعبه، فربنا يوسع رزقكم يا رب، اللهم امين. نرجع لموضوعنا. وانت بتشتري البانيه يا باشا، لو انت مستعجل او يا هانم وانت مستعجله، تقول له لو سمحت قطعها لي شرايح. شرايح ازاي؟ شرايح صغيره كده اهي. احنا صلينا على الحبيب المصطفى ودعينا لامواتنا والام بالرحمه. لا انا بعتذر، بس هي الزبده على الجميع. ندعي الام والامواتنا بالرحمه، ويا رب تكونوا بالف خير وصحه وعافيه، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب. وبالمره بقى التفاعل والحركات دي، انا عارف ان الزاويه هنا ضيقه شويه، خلينا نبحبحها مع بعض قطعه قطعه وندقدق عليه بالشاكوش الحلو، خشب او حديد اهم حاجه. وانت بتدقدق بالراحه اهو، ونطبق نفس العمليه على كل الكميه اللي معانا. واللي بيحصل قدامك ده اكبر دليل على انك انت تقدر تحول الحته الصغيره دي لحته حلوه مبقلظه زي دي. المساله كلها مش مرتبطه بسمك البانيه قد ايه، المساله كلها مرتبطه بحنيه ايدك وطبطبتك عليها. وكل دقدقه انت بتدقدقها عليها عشان تفرد معاك لاكبر قطر ممكن من غير ما نزعلها. وفي النهايه هتبقى معاك كل حاجه فل شمعه منوره. البهارات ايه؟ هناخد شويه ملح على شويه فلفل اسود، نخلطهم بقى على بعض خلطه حلوه، نرش كده كانك بتعمل لحمه ستيك بالظبط. قلل بهاراتك تاخد خير الفرخه. نقلبها الناحيه التانيه، بس هزود شويه فلفل اسود عشان لو اي زفر يبقى اتعامل معاه الصح بزياده. نوصل بقى لمرحله الحشو. الحشو اي حاجه حرفيا عندك في التلاجة تقدر تحشيها بيها. عندك جبنه رومي يمشي، عندك لانشون يمشي، عندك بسطرمه يمشي، عندك بيف بيكون وده حلال، بيف بيكون بقى ما فيهاش حاجه حرام خالص. بهرتها وحطيت عليها الحشو بتاعها، يفضل ما تسيبهاش كتير في الفريزر. في ناس بتقول اسبوع، في ناس بتقول اسبوعين، انا بقول لك يفضل بلاش كتير. اي حاجه متبهره ما تحطهاش كتير. فاحنا دلوقتي هنحطها في الفريزر ساعه اتنين، ولما نيجي نحضرها نكمل التصوير. بس احلى حاجه بتحبها الكوردون بلو هي البطاطس الويدجز. وطبعا ده الموسم اللي بتلاقي فيه البطاطس صغير كده ومسمسم وجميل، هو ده اللي احنا عايزينه. هنديها غسله ونشطفها تشطيفه كويس قوي، وبعد كده نبدا نقطعها لمثلثات زي ما انا بعمل قدامك بالظبط. حضرتك هتتفضل مشكورا وتعمل. وقبل اي حاجه هتنشفها كويس قوي، وتجيب البوله الحلوه الشفافه الشقيه اللذيذه، وننزل عليها اول حاجه بشويه الزيت زيتون، وبعد كده ننزل بباقي البهارات بتاعتها. وعشان بيقول لك الويدجز في بهاراته، فهنديله بقى ايه شويه ملح كده، بس ما تكترش من الملح. وبالتاكيد شويه بصل بودره، توم بودره، بطاطس يعني رشه كمون، حبه بابريكا وحبه شط، بتزعتر العرايش الاساس، وبسم الله نشقلبه في بعض. اهم حاجه انك وانت بتشقلبه تشقلبه كويس قوي عشان تتاكد ان الزيت والبهارات وصلت لكل حته فيه عشان تستطعم بيها. وبما اننا بمشيئه الله هنعملها في القلايه، فنحط ورقه الزبده وننزل بالسنيوره واحده واحده يا عيني، وندخلها القلايه. نديها مثلا 10 دقايق ونطلعها، نبص عليها ونقلب فيها وندخلها تاخد الدوره الاخيره بتاعتها، ونطلعها ونستمتع بيها وبجمالها وبجمال اللي عملها. اسم الله عليا. اما بقى بالنسبه للمكرونه اللي احنا هنعملها النهارده، فاحنا هنعملها بطريقه ناديه السيد. واخدين بالكم انتوا انا عمال اتعلم من غيري اهو، عشان ما حدش يقول انك انت ما بتحاولش تطوق. لا احنا بنتعلم من غيرنا اهو، وانتوا على راسنا. واحنا والله مش شفاء، احنا مجرد رجاله بتحب وقفه المطبخ عشان نعمل اللقمه بالمزاج. وعشان كده هنقطع زي ما هي قالت لنا حبه الخضار اللي هنحتاجها معانا. بصلايه حمراء هنقطعها لمكعبات، والحمد لله عينيا ما دمعتش. وهنقطع بعدها طماطمايه برضو نفس الحال مكعبات. وبالنسبه للفلفل هات بقى اخضر، الوان، رومي، حار، زي ما تحب، مش هتقول لك لا. واضافه من عندي هنديها شويه جزر شرايح. هناخد التومتين دول ونقشرهم ونديها خبطه زي ما هي ما قالت، عشان احنا عايزين نطلع منها الطعم مش اكتر. وده يدخلنا بقى في المرحله اللي بعد كده. كل اللي احنا هنعمله على البوتاجاز الطاسه الحلوه، وهننزل فيها بكل الخضره اللي احنا عملناها دي، وهننزل عليها بحبه المعكرونه الصغيره. في حالتنا هننزل مثلا بما يعادل نص كيس. وبعد
بعدها هننزل عليها بمعلقه صلصه وبمعلقه هريسه حار وحبه زيت زيتون ورشه ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه زي ما هي قالت بالظبط. نفس مقدار المعكرونه نحط ميه بس مش سخنه، الميه تكون فتره. ولو انت مش عارف انت حاطط معكرونه قد ايه حط ميه لحد اما يا دوب تغطيه. وطبعا بعتذر عن الدوشه اللي انتوا سامعين. نشغل النار فوق المتوسط حبتين ونغطي عليه لحد اما يبدا يبقبق ويتشرب. هنتست على المعكرونه هنلاقيها برده محتاجه حبه ميه كمان، هنزود حبه ميه ونديها تقليبه ونغطي عليها كمان 10 دقايق على نار هاديه لحد اما تلاقيها بقت شبه المبقبقه بس لا مؤاخذه قرديح. وعشان نبدا بقى نحضر الكوردون بلو بتاعنا فاحنا بنعمل لها الطبقه الخارجيه 3 4 بيضات نفقشهم ونحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود ونخلطهم كويس قوي ونركنهم على جنب. ونجيب الطبق التاني نحط فيهم شويه دقيق وشويه بقسماط. انا اول مره اجرب البقسماط ده بالبهارات بتاعته بكل حاجه يعني. هناخد منها حبه صغيرين ونحط عليهم رشه صغيره من البيكنج باودر وننزل عليهم بشويه ملح وفلفل اسود وحبه توم باودر وحبه شطه وحبه بابريكا ونقلب الكلام ده كله تقليبه حلوه قوي. وطبعا اهم حاجه طبق البقسماط ونبدا نطلع البانيه ونفك الكرينك فيلم من عليه ونبدا ندحرجه في الدقيق ومنها للبيض ومنها للبقسماط واحده ورا التانيه لحد اما تلاقي نفسك ما شاء الله خلصت كل الكميه اللي معاك. ونسيبها في الفريزر لمده نص ساعه او ساعه الا ربع بالكتير. ودي اخر حاجه معانا. هرجع لك بعد نص ساعه بس صليت على الحبيب لاجل قلبك يطيب ودعيت لامي والامواتنا بالرحمه ولا نسيت. وما يمنعش كمان اللايك معاك. احلى حاجه في الاكله دي بقى ايه هي؟ هقول لك دلوقتي. انك بمنتهى البساطه لو انت حتى عامل دايت وعايز تستخدم واحده بس طلع واحده منهم وخلي الباقي في الفريزر. تقدر تاكلهم على مدار يومين او 3 وتقدر تسوي الواحده دي او ايا كان العدد اللي معاك بنفس الطريقه. زيت غزير سخن شويه اول ما تنزل بيها تهدي النار عشان تستوي من جوه ومن بره والباقي تشيله في الفريزر. طبعا عينك عليه عشان ما يتحرقش منك، هي اصلا صغيره والطبقه رقيقه. طب والله على رأيها زي ما قالت احسن ما نجيب الاندومي احنا نعمل الطريقه دي في البيت. والناس اللي زعلت من الاندومي بتاع الفيديو اللي فات اديني صلحتها لك. الله فرصه وانا لوحدي اكل لقمه على السريع. ما تنساش تدعي لامي والامواتنا بالرحمه وتصلي بينا على الحبيب المصطفى مساء الزبده عليه. بسم الله. نسيت اقول لك يعني ايه، انا بعتذر لك لو كانت الصوت الاضاءه اتمنى تكون واصله لك فكره ان احنا بنغير المود. واصله لك؟ بسم الله. فاضل الويدجز اهو. ما اجيب الويدج. سلام عليكم.